يا مساء الفل والهنا، معاكم مطبخ جيهان زهراء. النهارده جايه لكم حلو حاجه كده بالكنافه. عامله هنا طبقه كنافه، طبقه واحده. حطيتها في الفرن وجهزتها. ودلوقتي هنشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 3 معالق نشا. احنا هنعمل الكريمه عادي هتتعمل، بس انا عشان انا لسه غاليه اللبن حطيت فيها 3 معالق ميه، 3 معالق نشا. حطيت فيهم شويه ميه عشان ما تكلكعش معانا في اللبن. فاحنا هننزل كده بالنشا بتاعتنا احنا مدوبينها، وهناخد كمان معلقه سكر كبيره اهو. طبعا انا بحب احط كريم شانتيه. هحط دلوقتي كريم شانتيه ونضرب بس السكر ونحط اللبن. هنحط معاها الكريم شانتيه، هاخد معلقه خلاص كده. وهنفتح بقى النار نعمل الكريمه بتاعتنا. طبعا انا مجهزه هنا العسل، هنزل كده على الكنافه. هشربها اهي، شربها كويس. طبعا احنا عارفين احنا بنعمل الكريمه ازاي، زي ما انتم شفتوا معانا نشا ولبن، كريم شانتيه، معلقه سكر عشان احنا هنا حاطين عسل. هنقعد نقلب لحد ما تتقل معانا. تقريبا احنا خدنا كده الكيلو اللبن، زودنا لبن عشان تقلي. هناخد الكيلو كله نقعد نقلب. بعد ما تقلت معانا الكريمه هننزل بقى بالفانيليا بتاعتنا ونقلب. هننزل فين بقى؟ هننزل بقى على الكنافه اهي. هندخلها طبعا التلاجة بس ما تهدى. انا عايزاها طبقة عالية، مش عايزاها طبقة قليلة زي ما بنحطها في النص. نسويها بس تهدى وندخلها التلاجة مع بال ما نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. دي الطبقة التالتة اللي هتيجي. ده كراميل، كان حليب مكثف، حطيته بتاع ساعتين في ميه بتغلي
لحد ما كرمل كده. وطبعا احنا لما نيجي نفرده على الكريم شانتيه هو تقيل مش هيتفرد. فرحت عامله هنا ايه، جايبه شويه لبن، بتاع 4 معالق 5 معالق لبن كده، مسخناهم في الميكروويف، ورحت ضرباهم بالهاند بلندر. فانا عايزاهم الصوص كده خفيف عشان اقدر افرده. بعد ما بردت كده يا فيروز، وبعد ما بردت وطلعناها من التلاجة، احنا محضرين هنا معانا الكريم شانتيه. انا بقى دي الطبقه الثالثه، بس انا ايه هنزل شويه هنا كده. اهي افردها لما نجلع حبه كمان، حتى كمان حتة كتير يا ماما شو ماما. بس يا فيروز انزل بقى بالكريم شانتيه. بس شيخة شوف. بحبه الدلم هنفرد برضو بالكريم شانتيه. مرضي كبير مليحة. دوزة ايه؟ دوزة؟ دوزة زي اخدت وصلت التولي كده. وبعد ما سوينا بقى طبقة الكريم شانتيه، انا بس ببص بشوف الفيديو مظبوط ولا لا. هنزل بقى بالكراميل بتاعنا اهو. لو محتاجين يعني هزود، مش محتاجين خلاص، يلا نجرب. لان انا مكنتش عامله حسابي ان انا هفرد شويه من تحت. انا شكلي كده هحتاج اعمل شويه كمان. ودلوقتي بعد ما عملنا زودنا الكراميل، حطيناها وسويناها، وجبنا كريم شانتيه، زودناه شويه لبن عشان ينزل كده خفيف، وعملنا الرسمه ديت. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وبألف هنا. كنتم مع مطبخ جيهان زهران. باي باي.